السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا بقى النهارده هنعمل مع بعض طاجن البامية القمر ده، طاجن بامية باللحمة الضاني. العجي بقى وذبحنا وضحينا جبنا لحمة، يعني ربنا يجعل بيتنا يا رب كلها عمرنا بالخير. عندنا اللحمة، يلا بقى نعمل شوية طاجن بامية. انما ايه دي يا بنات؟ اللحمة الضاني. تمام. اللحمة الضاني ناس كتير قوي بتشتكي انها بتكون زفرة معاها. دي كانت قطعة موزة انا قطعت منها يعني قطعة عشان ولادي يعرفوا ياكلوها، وكانت قطعة كمان. انا تبلتها بصلايه مبشوره، ملح فلفل، ملح فلفل، سنه قرفه صغيره، معلقتين وسوستر صوص. آه انا بصوا عندي مشكله مع السين والشين مع بعض، فعادي لو نطقتها غلط بقى ما تركزوش معايا. تبلتها قبلها بيوم. ليه؟ عشان تديها طعم حلو، ولما اجي اشوحها مش ريحه الزفاره او في الاكل ما تبقاش فيها ريحه الزفاره. عامه هي اللحمه الضاني لو انت جايباها من المرعى بتاعها كويس عمرها ما تكون زفره، بس يعني اللي الاحتياط واجب للناس اللي ما تحبش الضاني عامه. مش هتحس بيها بالذات لو قطعه الموزه، وهي اصلا قطعه الموزه بتبقى ناعمه وطريه، ويعني فيها حتت صغننه كده فمش هتبان قوي. فاهمين انا قصدي ايه؟ خدتها خلاص من التتبيله بعد ما قعدتها يوم. حطيت سمنه بلدي، نزلت باللحمه شوحتها. هسلقها بس بالطريقه العاديه، يعني انا بسلقها بالطريقه العاديه جدا. بس صدقوني التركية بتاعت الوشستر صوص ديت خطيرة خطيرة، وودت الطاجن وطعم اللحمة في حتة تانية خالص. جربوها على ضمانتي. حطيت البوكي جرنيه بتاع الصلصة بتاع الشوربة، سوري، وشوحتهم كويس في بعض. كل المكونات دخلت، والتوابل نزلت الزيوت العطرية بتاعتها، وخدت الخضار اللي انا حاطاه نزل العصاره بتاعته، نزلت ميه سخنه. بصوا الميه رايقه وخطيره ازاي، ما فيهاش زفاره عشان اديتها الصدمه بتاعتها الصح، ومتبلاها كويس. اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس، فضلا وليس امرا. وهنا بقى جبت الحله، حطيت سمنه وزيت بصلايه كبيره كده حلوه او متوسطه، يعني حسب ما انتوا بتحبوا البصل. اصل في ناس بتعمل الباميه بالثوم فقط، انا بحب بصراحه اعملها ببصل وثوم زي امي. تمام. هنا بقى شوحتها بملح وفلفل كويس تدبل معايا زي ما انتم شايفين كده. نزلت بقى بمعلقه هريسه من اللي احنا عاملينها مع بعض، هريسه حراقه هريسه خضراء براحتكم، المتاح عندك اعمليه، او اللي انت بتفضليه في الاكل اكتر بتعمليه. ما عندكيش هريسه خالص، ممكن في الخطوه دي تفرمي فلفلايه فريش، يعني صبحه عادي، افرميها بس فرمه ناعمه. تمام. ونزلت بالصلصه اللي انا دايما اوريدي ببقى مسبكاها. خلاص الصلصه فكت شويه مع بعضها، نزلت بمعلقتين صلصه زي ما انتم شايفين كده. وهنا دي بابريكا مدخنه، برضو بتبقى طعمها مختلف تماما تماما مع الباميه، بتديها طعم كده تحسيها ان الباميه محطوط فيها، يعني بتدي طعم حلو كده، يعني لا فيها طعم مميز غير البابريكا العاديه. زي ما انتم شايفين بقلب بقى عشان كده كل المكونات تتجانس مع بعض، وغطيت عليها لغايه لما تتسبك كده. البقليل يعني اللي بتظهر دي كده الطماطم متسبكه عندي كويس. فاكرين بقى الباميه اللي احنا فرزناها مع بعض؟ انا فيديو الباميه اللي انا لسه منزله ده كنت عاملاه من فتره طويله على فكره. فالباميه دي يعني حوالي عندي كده بقالها شهر مثلا. بصوا انا مخرجاها من الفريزر، انا غسلاها منضفاها مقمعاها، متاكده مليون في الميه من نظافتها. فانا باخدها زي ما هي مجمده بنزل بيها على الصلصه. بصوا الباميه كانها فريش وطازه، خضرها هو متماسكه، يعني كل واحده بوحدتها مش مهريه. وفي نفس الوقت سواها زبده. هنا خلاص الباميه غلت بقى كده ودخلت في السوا. انا اوريدي اللحمه عندي استوت، فباخد اللحمه بقى بالشوربه واحطها فين؟ على الباميه في الحله، واسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعضهم كده بشكل ودي، ويتجانسوا ويقعدوا يتكلموا مع بعض كده شويه في الحله، وايه بقى يظبطوا كده، والباميه تسبك شويه وبعد كده احطها في الطاجن. انا بقى سبتها كده خلاص طفيت عليه، يعني وطيت عليها وسبتها بقى على نار هاديه. زي ما بقول لكم الباميه تستوي على نار هاديه كده، بتاخدي باميه زبده
خلاص. شلتها من على النار. اعمل بقى الطش. باميه لازم طش، احنا متعودين. ملوخيه، باميه، سبانخ، والقاس. 4 حاجات بنعملهم طشه زي الملوخيه، او 3 حاجات بقى بنعملهم طشه زي الملوخيه. تمام. وعلى فكره اللوبيا في ناس بتعملها طش. صراحه يعني انا ما جربتهاش قوي، ممكن اجربها معاكم، بس حاساها انها تبقى تقيله لان اصلا الباميه تقيله على المعده. الطشه بتاعتنا بقى سمنه، توم، كزبره بس. ناخد بقى الباميه نحطها في الطاجن كده، وفلفلايه طبعا بقى لو سبايسي دي هتبقى موديه الطاجن ده في حته تانية، بس احنا عشان فيه ولاد فمش هينفع. بصوا بقى الطشه وهي نازله في قلبك، يعني حاجه كده ايه، اللهم بارك. ولا الريحه. على رأي جوزي بيقول اول ما شاف الطاجن وهو خارج من الفرن قال لي طاجن باميه يودي في داهيه. فعلا دي حقيقه، يعني دمار الدمار. دخلناه الفرن في الشبكه يعني في النص. سبته كده مع بعض ياخد ويدي مع نفسه بنص ساعه، وبعد كده شغلت عليه الشوايه. وده كان شكل الطاجن. بصوا بقى فعلا بجد طاجن باميه يودي في داهيه، صح ولا لا؟ جربوه بطريقتي، ولو هتعملوه باللحمه الضاني جربوه بالتركيه اللي انا قلت لكم عليها. او ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.